السلام عليكم حبيبي، انا جيت وجبت هاد الحليوه هادي دوازتاي ولا الحليوه العيد هايده اقتصاديه كتجي هشيشه، وكنتمنىكم تجربوها. شي كتجي هشيشه غزاله. ويلا نمشيو على المقادير. بسم الله. في المقادير ديالنا عندنا جوج بيضات كما كتشاهدوا. كنحتفظوا بالصفار. وسمحوا لي على الصوت ديالي ضربني البرد. كما كتشاهدوا كنديروا جوج بيضات كنحتفظوا بالصفار. عندنا ملعقه من القشره ديال الحامض للنكهه. كنحيدوا الصفر نخليوه للتزيين. كنضيف واحد رشيشه الملح. كنطرب هاد المكونات ديال السكر، ولكن انا كندير غير نص، ما كناكلش الحلاوه بزاف. نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم. كنحصلوا على واحد الكلمه بحال هكا كما شفتوا الخليط ديالنا. كنزيد واحد ملعقه د العسل، ملعقه كبيره، ولا حسب اللي بغى يدير العسل، اللي بغى يدير الكوفيتير ديال الحامض، الكوفيتير ديال المشماش، على حسب المتواجد في الدار. عندنا ملعقه كبيره د الحلاوه والنافع مخلطين. عندنا 2 ملعقات ديال الجنجلان مطحون كما كتشاهدوا معنا. كاس لارب د الزيت النباتيه. كنطربوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. كنجيبوا الدقيق الممتاز ديال الحلويات. كنضيفوا 3 كيسان لاروب، 2 كيسان ضفناهم دابا. خميره ديال الحلويات ديال 7 غرام. كما كتشاهدوا كنخلطوا مع بعضياتنا، كنخلطوا بيدنا العجين، ما كنعجنوهاش حتى كنحصلوا واحد العجين رطب كيكون متماسك. كما كتشاهدوا العجينه ديالنا كيف كتجي. درت لي 3 كيسان لاروب، يعني 3 الكيسان ناقصين 4. كنبقاو نكوروا الحلوه ديالنا شي كتجي بيدنا بحال غريبه البهله. هنا الفران ديالنا كيسخن. نكوروا على الطريقه هذه. كنوركوا عليها شويه بيدنا باش ما تبقاش موقفه. ما تنساوش الاشتراك والتعليق وبارطاج. جزاكم الله الف خير. ما كنستمروا بحال هكا. كنجيبوا ديك الصفر البيضه كفاني، كنرشوا عليها شويه د الجنجلان. كندخلوها الفران في التحت هي الاولى باش كطيبنا من فوقي باش تشق، عاد كنطلعوها لفوقي باش كطيبنا مزيان. وكنقدموها بالصحه والراحه. وما تنساوناش بالتعليقات ديالكم. جزاكم الله الف خير. والتعليقات ديالكم وبارطاج وسمحوا لي الصوت راه مرسي ضربني البرد. شكرا لكم. تحياتي للجميع. شكرا لكم.